السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو جديد من سلسله فيديوهات شيمو في فرنسا. الفيديو بتاع النهارده فيديوهين في بعض، فيديوهين مع بعض، وهيعجبكم جدا جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك واشتراك للقناه. وطبعا لو اول مره تشوف الفيديو بتاعي يا ريت تضغط على كلمه اشتراك وتضغط على الجرس وتضغط على الكل عشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. طبعا ندخل على الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده فيديو من العيار التقيل، هو طويل شويه لكن فيديو حلو جدا وهيعجبكم جدا جدا. بس لو عجبك ما تنسيش في اللايك، الفيديو ده يستحق لايكات كتير جدا. لانه بجد يعني في الفيديو حلو. وبصراحه يعني خد مونتاج وتصوير وحاجات كتير كده، يعني خد وقت طويل يعني. فيا ريت يا ريت تضغطي على اللايك ده، تضغطي لي على لايك حلو كده منك. وبعدين الفيديو بقى بتاع النهارده ايه؟ هما فيديوهين. اول فيديو كان الاحتفال الكبير في فرنسا، هو تقريبا لان الاحتفال ده مش النهارده، هو كان الفيديو ده قديم عندي لكن انا ما نزلتوش، كان في ظروف كده وما نزلتوش يعني، فلقيته على القناه فحبيت امنتجه وانزله لكم لانه فيديو حلو جدا. هو كان الاحتفال تقريبا نويل او انا مش فاكره والله بصراحه، يعني مش عارفه رأس السنه. هي حاجه كان احتفال كبير هنا في فرنسا لكن انا مش فاكراه والله، حقيقي مش فاكره هو كان بتاع ايه يعني. المهم انا اصحابي قالوا لي ان انا كنت اول مره احضر الاحتفالات دي، اول مره اشوفها. قالوا لي ان في احتفال النهارده على الكي ده اللي هو على البحر عندنا كده، وبيعملوا بيفرقعوا حاجات ويفرقعوا الفرقية وينفخوا بلالين حاجات كده يعني. المهم فاصحابي قالوا لي كنت انا حامل في الثامن تقريبا، يعني كنت حامل على اخري يعني. المهم فقلت لجوزي يلا يا ابو خالد ننزل. قال لي لا يا بنتي انت مش قادره تمشي، مش هينفع. قلت له لا هنزل، لازم اشوف الاحتفالات هنا، انا اول مره اشوفها. لكن انا شفت النور، يعني انا كل شويه في بوردو نازله رايحه جايه انا شايفه الاضاءات، شايفه النور، شايفه النور اللي كله كده اضاءات عاليه يعني. فاضاءات كتير في كل مكان، تلاقي اضاءات، تلاقي حاجات رسومات بالنور، حاجات يعني زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. في كل حاجه في كل مكان تلاقوا نور واضاءات قويه جدا. فطبعا انا كنت عايزه، كان عندي الفضول ان انا لازم اشوف الاحتفال ده، يعني انا عندي فضول ايه اللي متنور النور ده كله والاضاءات دي كلها والحاجات دي كلها، بس انا مش عارفه بصراحه، مش فاكره هو ايه. المهم كان فضولي جايبني ان انا لازم انزل، حتى لو تعبانه هنزل يعني هنزل. المهم فعلا يعني نزلنا انا وهو واصحابي وشفنا الاحتفالات زي ما هتشوفوها دلوقتي كده. النور الاول ده، ودي الحفله بتاعتهم كانت اخر الليل، كانت قبل الليل قبل الفرقعه والحاجات دي. طبعا هما في الاول بيعملوا الهيصه بتاعتهم والفقرات والحاجات دي زي ما هتشوفوها معايا. هتشوفوا بقى معايا كل ده في الفيديو ده، وخليكي معايا عشان في اخر الفيديو هنروح تاني يوم رحله لمكان هنا كويس قوي جدا يعني، في البحر، مكان سياحي معروف طبعا هنا في بوردو. هتشوفيه بقى معايا، تشوفي معايا كل المناظر حلوه ان شاء الله، تشوفي معايا مناظر حلوه جدا. بس لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وطبعا زي ما انتم شايفين الفيديو ده زي ما قلت لكم فيديوهين، يعني يومين، يعني احتفالين. اسيبك دلوقتي بقى مع الفيديو وبعدين اجيلك في المصيف. سلام.
حتى العيال، حتى العيال نشوف العيال هاي صورة ولا أي حاجة. بكرة نعرف يعني كل اللي هنا كانوا جايين مثقفين. ضرب النار اهو بقى بدأ. فين يا سيدي؟ انت شايفه؟ اهو تعال تعال تعال. Ça paraîtra
وانا لو السركس ده فيها حاجه، مفيش فيها حاجه، ضلمه، مفيش اضاءه. شايف الاضاءه عامله ازاي؟ على قلب. هو انت لسه معايا في الفيديو ولا رحتي فين؟ انا عارفه ان انت لسه معايا في الفيديو. لو معايا في الفيديو ما تنسيش اللايك، وخليكي معايا الفيديو عشان تكملي الفيديو للاخر وتشوفي الاحتفالات معانا. الله، يا نهار ابيض. بيعملوا الحاجات دي ازاي؟ الله. بسرعة يا بسرعة. لف نفسك، اعملها فيديو قصير. اعملها فيديو شغال اصلا ولا؟ ايوه كده شغال اهو فوق اهو. صوتك جامد. واحلى حاجه ان هم بيعملوها عند البحر عشان ولا حاجه تقع على الناس ولا Mister Beast, il a fait une vidéo, il éclatait pour il a testé, il a mis un matelas sur les pétales. Ah, c'est bien.
سيبها انت كده بتعرف. ناس كتير على المركب اللي هناك. شوف كده بص هتلاقي جت جبت شايف الطيارة اللي فوق؟ شايفها؟ Non, c'est un hélico.
C'est pas lire un programme. طبعا هم هنا كده خلاص كانوا خلصوا الاحتفال الاولاني اللي هو الفقرات الاستعراضيه. هم اصلا هنا دايما حتى في فقرات استعراضيه على طول في الشوارع في اي مكان، لكن ما بيعملوش الفرق دي الا في المناسبات الكبيره دي. فهم كانوا عاملين فرق في كل مكان كده زي ما انتوا شفتوهم، ويعملوا موسيقى وفقرات استعراضيه وكلام من ده. وبعدين لقيت المنظر الحلو ده المرجحه قلت اوريه لكم. يعني منور اضاءه فوق ما تتخيلوا، اضاءه قويه جدا زي ما انتوا شايفينها. تقريبا ما عندهمش تخفيف احمال تقريبا يعني، فالكهرباء عندهم كتير فعشان كده منورين في كل حته نور نور نور، ما عندهمش تخفيف احمال. فكده خلاص احنا كده خلصنا يعتبر الفيديو الاولاني اللي انا قلت لكم عليه. ده الفيديو التاني. الفيديو التاني ده كان تاني يوم الصبح كنا رايحين رحله. الفيديو ده على فكره يا جماعه الفيديوهين دول من فتره كبيره يعني تقريبا من سنتين، بس ما نزلتهمش ولا يعني ما عرفتش اعملهم، يعني ما عرفتش انزلهم على طول وكده. يعني كان في شويه ظروف شويه حاجات اجراءات، وطبعا هنا اللي في فرنسا عارف الحاجات واللبخه والاوراق والحاجات دي كلها، فبتلبخ الدنيا بتفضلي فتره كبيره. المهم فاحنا هنا بقى كان تاني يوم رحنا. كان عندنا رحله في مكان اسمه لاكانو تبع بوردو هنا، لكن هو يعني بعده بوردو بشويه بس هو تبع بوردو. يعني تركبي له باص تقريبا 40 دقيقة او اقل يعني. المهم بتروحي المكان ده معروف جدا في بوردو، مكان سياحي. لاكانو ده البحر بس مكان جميل جدا هتشوفوه معايا. يعني عامل زي عندنا زي الشرم. طبعا انا مشوفتش الشرم بس يعني بشوف في التلفزيون الحاجات دي، يعني زي عندنا الاماكن السياحية دي. المهم هتشوفوا بقى معايا الفيديو. انا هسيبكم بقى مع الفيديو وتشوفوا البحر وتشوفوا يومنا ماشي ازاي. وبعدين لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك، اللايك. يلا اسيبكم بقى مع الفيديو. يلا سلام. من الحق نسيت اقول لكم، شوفوا معايا المناظر الحلوة واحنا ماشيين كده بالبيس في الطريق. شوفي معايا المناظر الحلوة دي والخضرة، حاجة كده ترد الروح. والله العظيم يا جماعة هنا في مناظر تحفة. يعني في مناظر هنا جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، ونظيفة ويعني هواها نقي جدا جميلة. تحسوا ان الاماكن فيها الروح كده، تحس ان هي يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي. انتوا هتشوفوها معايا وشوفوا الاماكن عاملة ازاي. حتى لو بره بوردو يعني دي المدينة، طبعا دي بوردو دي المدينة، كل ده احنا لسه في بوردو في المدينة. العمارات الحاجات دي كلها، شوف شايفين الطرق ازاي نظافته. نظافة المكان هنا جميل جدا. هنا النظافة حلوة قوي. هنا يعني ما تلاقوش المكان الا نظيف، وطبعا المكان نظيف تلاقي هواه نظيف. فانتوا هتشوفوا بقى دلوقتي حتى بره برضو. احنا بنخرج بره برضو، بتمشي بره برضو شوية يعني مبقاش فيها مباني كتير، لكن برضو هتشوفوا فيها الخضرة. الشجر حلو جدا. يعني مكان تحس ان هو مش شجر كده وخلاص مرمي، ومش شجر كده وخلاص يعني مكان مهجور. لا هو شجر بس متستف، اللي هو متستف يعني الشجر مظبوط يعني. فيه اهتمام برضو، يعني بيلاقي يعني الناس بتهتم بيه والبلد بتهتم بالشجر حتى اللي بره البلد. يعني المنظر العام كمنظر عام حتى لو بره بلد او بره مدينة بتلاقي فيه اهتمام، بتلاقي الشجر شكله حلو، المكان شكله حلو جدا. هما بيهتموا بالاماكن اللي بره دي لان في ناس بتعمل مخيمات في الاماكن دي. يعني هما بيهتموا بنظافة الاماكن دي برضو والاهتمام بيها، حتى لو هي غابات او اشجار بس اماكن مش سكنية ولا حاجة. هتشوفوها معايا في الفيديو. هي بره يعني تلاقيها بره المدينة مثلا، بين مدينة ومدينة مثلا، لكن هتلاقي الشجر بتاعها نظيف، المكان نظيف جدا. فيه اهتمام فيه على طول. الدولة مهتمية بالمكان على طول، في ناس بتروح تنظف بتروح تعمل.
هتشوفوا كل ده معايا في الفيديو طبعا. المهم طبعا عشان في ناس بيروحوا يقعدوا، في ناس بتاخد الاجازة بتاعتها دي بيبقوا يروحوا يقعدوا في مخيمات، يعني مثلا جماعة كده ياخدوا المخيمات بتاعتهم ويروحوا يقعدوا في مكان يستجموا، اللي هو بعيد عن الناس، بعيد عن الدوشة، بعيد عن الزحمة، بعيد عن الضغوط، بعيد عن كل حاجة. بيروحوا يقعدوا في الاماكن دي شوية كده يستريحوا نفسيا، يستريحوا جسديا وعصبيا وكل حاجة، ونفسيا كل حاجة، يستريحوا في الاماكن زي كده. ويعملوا مخيمات، او فيه اللي هو العربيات اللي بتبقى مجهزة كاملة، بتبقى فيها كل شيء. هنا بتتباع العربية دي على بعضها كده كاملة، يعني بيبقى فيها الأوضة والصالة والمطبخ والحمام، كل حاجة كل حاجة بيبقى فيها، كل حاجة بتبقى مفروشة من كل حاجة. فهي بتتباع هنا جاهزة اصلا، يعني الناس بتشتريها بتعملها لمزاجها للاجازات. يعني عايزة مثلا تروح المكان ده، دي كانت محطة باصات يعني. انا دخلت في الفيديو مع الكلام. المهم في ناس بتشتري العربية دي ازاي، بتروح مثلا في الصيف مكان هي حابة تروح تقعد فيه، ومثلا في الايجار غالي، في المكان غالي، في كذا، بيأجروا مثلا مكان بس اللي هو اللي هيتحط فيه العربية دي لفترة معينة، ويروحوا يقضوا الاجازة بتاعتهم في المكان اللي يحبوه. هنا اسبوع، هنا اسبوع، هنا اسبوع، زي شقة متنقلة كده معاهم، ياخدوها ويروحوا اي مكان، يخيموا في المكان، يعيشوا حياتهم، يقضوا اجازتهم وييجوا يتنقلوا المكان تاني. هما كده يعني هنا عايشين حياتهم شوية، اللي هما يعني ما فيش حاجة بتعصبهم، ما فيش حاجة بتشغلهم، ما فيش حاجة، يعني مش سهل ان هما اعصابهم تتشد زينا كده، وكل حاجة على اعصابنا، وكل حاجة كذا وكذا. لا هما مش كده. المهم شوفوا بقى، خليكم بقى مع الفيديو تشوفوا المناظر الحلوة دي، وبعدين ابقى ارجع لكم تاني ساعة المصيف، البحر وكده. هتشوفوا برضو معايا الحاجات دي كلها. وتلاقي طبعا زي ما انتم شايفين العجل في الشارع، في الشوارع، السكوتر في كل مكان. هنا العجل والسكوتر عشان طبعا التنقل اهو، زي ما انتم شايفينه كده عجل وسكوتر في كل مكان هتلاقوا كده. هي فرنسا اصلا كلها تعتبر اوروبا كلها كده، عجل وسكوتر في كل مكان. بتحط الكارت وعايز تروح في اي مكان بتعمله. عايز تروح مواصلات اوكي، عايز تروح بالباصات اوكي، عايز تروح بالعجلة ماشي، عايز تروح بالسكوتر ماشي كده يعني. فهتلاقوا الصناديق اللي بره الكبيرة اللي بتاعت الزبالة دي كلها، الكبيرة اللي بره دي بتبقى بتاعت البيوت اللي جوه، بيطلعوها بالليل. وهنا اغلب المناطق السكنية اللي فيها زحمة وحاجات من دي، يعني المناطق السكنية اللي زحمة بياخدوا الزبالة بالليل، ما بياخدوش بالنهار عشان ما يوقفوش المواصلات، ما يوقفوش الطريق يعني، عشان يعني طبعا عربية الزبالة بتعدي بتقف هنا تشيل كده. فما يعني اغلب المناطق السكنية او المناطق الزحمة او المناطق اللي فيها عربيات كتير والطريق زحمة ما بيعملوش الزبالة بالنهار، بيشيلوها بالليل. فعشان كده احنا كنا لسه الصبح، احنا هنا الساعة 8:30 تقريبا الصبح. فطبعا هتلاقوا يعني اغلب البيوت قدامها سلات الزبالة زي ما انتم شايفينها كده، وحواليها نظيف، ما تلاقوش حواليها حاجة ولا وسخ ولا وحاشة ولا في اي حاجة وحشة مرمية. هتلاقوا الباسكت مرمي محطوط قدام البيت، ده بتاع البيوت من جوه. بس طبعا اصحاب البيوت بيطلعوهم بره بالليل ويدخلوهم الصبح اول ما يصحوا، يدخلوا بتوع الباسكتات ديت الصبح ويطلعوهم بالليل، وقت ما يبقى عندهم يطلعوا بالليل عادي. احنا يعني ما فيش هنا حد ينادي على حد وهات الزبالة وكذا من ده، هم لقوا هيشيلوا، ما لقوش ما بيشيلوش خلاص. انت بقى عندك بتطلعوا بره البيت خالص، بتطلعوا بره البيت. المهم زي ما انتوا شايفينه بقى كده، زي ما انتوا شايفين دي الخضرة. كنا كده خلاص يعني تقريبا في اخر بوردو، يعني احنا كده خلاص هنخرج بقى من بوردو يعني، لكن كل دي لسه في بوردو. لكن اماكن يعني اماكن دي تقريبا المنطقة بتاع اللي فيها المطار، اللي هو منطقة اسمها ميرينياك. المنطقة دي فيها المطار تقريبا، يعني تقريبا مش فاكرة والله، يعني تقريبا هي يعني دي بتركب الترام
وتروح على ناحية المطار. هو كده تقريبا برضو قربت ايه، قربت يعني قربت تنتهي. وبعدين هتشوفوا الاشجار والمناظر الحلوة. واسيبكم بقى مع الفيديو، انا كده اتكلمت كتير. اسيبكم مع الفيديو وبعدين ارجع لكم تاني. سلام مؤقت. احنا كده هنا وصلنا المكان اللي هو بتاع المصيف. لكن احنا في الاول طبعا كنا معزومين، فروحنا طبعا لقيناهم جايزين المشوي. هتشوفوا كل البيوت دي بيوت زي العربيات كده ومخيمة في المكان ده. كل اللي انتوا شايفينه دي زي العربيات كده ومخيمة في المكان ده. فطبعا في ناس بتأجره، في ناس الدولة بتدي مثلا ليه اسبوع مثلا يقضيه في المكان ده. اللي معاه اطفال هنا طبعا، اللي معاه اطفال هنا عارف الكلام ده، اللي معاه اطفال بيدوا مثلا حاجة زي كده. يعني كل سنة لو انت قدمت وعوزت حاجة زي كده، قدمت اسبوع بتاخد اسبوع في اي مكان سياحي زي ما تحب. بتقدم زي ما انت عايز وتعمله يعني. المهم احنا هنا كان هو عمو محمد اللي كان عازمنا. كنا شوينا، كان هو بيشوي وكنا خلاص كنا خلصنا شوي. واحنا جينا يعني وهو كان يعني خلاص يعني قرب يخلص شوي. اتغدينا طبعا، هم ما بيظهروش على الكاميرا، ما ينفعش كنت اصورهم. وده السيد جوزي طبعا اللي انتوا شايفينه رايح جاي على الكاميرا عند الكاميرا. وده المكان ده عشان تاخدوا بالكم. شوفوا نظافة المكان حتى اللي عند الحواض والحاجات دي. المكان ده اللي هو فيه العربيات والاماكن اللي انتوا شايفينها دي كلها يعني كل عربية من دي تعتبر شقة كاملة متكاملة. والمكان بتاع الشوي بره خالص بعيد شوية، تاخدي حاجتك وتروحي تشويها وتيجي. وده الحوض دي زي ما انتوا شايفينها كده، دي عشان تغسلي عليها اللي انت عايزاه. عايزه تغسلي لحمه، عايزه تغسلي مثلا حاجه بعيد عن العربيه وكده. العربيه فيها ميه وكل حاجه، لكن مش زي دي يعني. مش تاخدي راحتك قوي يعني زي دي بقى تغسلي مواعينك، مش هتغسلي المواعين في عربيه يعني او كده. هتيجي بقى عند الحوض دي تغسلي مواعينك، تغسلي اي شيء وترجعي تاني تاخدي حاجتك وتمشي. كل المكان ده كده بنفس الطريقه زي ما انتم شايفينه. وشايفين حتى نظافه المكان برضو. والعربيات والناس بعربياتها، والعربيات التانية اللي هي السكنية دي، وناس بتيجي عربية يعني بعربياتها وترجع. هنا بقى كان محل كده في البلد. ده اصور لكم بقى المحلات اللي كانت في البلد ديت. شوارع طبعا، هو مكان سياحي زي شرم زي اي مكان من ده يعني. كل حاجته حاجات مصيف يعني، شنط مصيف، عباية، حاجات مصيف، مايوهات مصيف، شباشب مصيف، اي حاجة تبع المصيف يعني. انتيكات زي ما انتم شايفينها كده. هو زي سوق كده، الشارع كبير، لكن تعتبر اغلب حاجته تبع المصيف يعني.
زي ما انتوا بقى شايفين الشارع كده وشنط وفي كل حاجة يعني. احنا طبعا خلصنا، اتغدينا. اول ما وصلنا اتغدينا ورجع وخرجنا بقى، خرجونا. احنا اصلا كنا طالعين الرحلة دي معزومين يعني عند عمو واحد اسمه عمو محمد هنا، يعني عزيز علينا. المهم جينا هنا، طبعا هنا كنا رايحين على البحر. هنا كنا احنا خرجنا، ايوه عدينا الشارع ده اللي فيه الحاجات، وبعدين خرجنا رحنا ناحية البحر. بس كان الجو فيه برد، هنا الجو برد، هنا الجو اصلا بحالات كده، يوم برد يوم حر كده يعني. فهو كان اياميها، كان يومها الجو كان فيه برد شوية، كان ايامها كان الجو فيه برد، عشان كده احنا اصلا منزلناش مية ولا حاجة، لان انا برضو كنت حامل وما قدرتش، ما كانش ينفع انزل المية. بس انا طبعا بوريكم كل حاجة شفتها بصراحة، يعني كل حاجة حلوة انا شفتها بوريها لكم، لان فعلا والله يا جماعة بجد يعني فرنسا فيها اماكن حلوة قوي. يعني وخصوصا بوردو، اللي بوردو دي يعني في ناس كتير عارفاها، فيها اماكن جميلة جدا جدا. اللي انتوا شايفينه دي العاب اطفال. هنا اصلا هتلاقوا يعني انا شفت بوردو، ما شفتش لسه مدينة تانية. كل مكان هتمشي فيه هتلاقي فيه العاب اطفال، كل مكان هتلاقي فيه مرجيحة مثلا صغيرة كده على قد الطفل، زحليقة، حاجات من دي هتلاقي في كل مكان هنا. يعني تقريبا كل ما تمشي شوية تلاقي لعبة، تشوف كل شوية تلاقي لعبة. الالعاب اللي بتبقى في الحدائق والجنان دي ببلاش بدون مقابل، لان هي مبيبقاش عندها حد اصلا. تدخلي تقعدي في الجنينة وتلعبي اولادك وتمشي. دي بقى كانت لعبة اطفال، لكن ديت بقطع تذكرة، دي كانت بتذكرة. دي برضو لعبة اطفال عجبتني، قلت اوريها لكم. دي كانت على البحر، ايوه دي كانت على البحر. هنا بقى كنا وصلنا البحر. البحر ده كذا مكان كده، مكان مثلا تلاقي فيه المراكب والحاجات اللانشات والحاجات دي زي ما انتم شايفينها كده، واماكن للناس مفيش فيها لانشات، مفيش فيها مراكب، مفيش فيها الكلام ده. واماكن يعني الاماكن دي تبع اللانشات. هتلاقي الاماكن بتاعت الناس بعيدة شوية تانية، مش هتلاقي دي مع دي وكده، يعني كل مكان له حاجة. اصلا كان الجو مغيم زي ما انتم شايفين كده، ما كانش فيه شمس قد كده، يعني كان النهار طالع لكن منور وقوي وكل حاجة، لكن الشمس كانت تروح وتيجي، كان يعني كان في غمامة كده. المهم احنا هنا خدنا برضو حاجتنا وخرجنا، رحنا مكان تاني كده برضو على البحر. هما كانوا عايزين يفرجونا على كل مكان في الحتة دي. انا يعني بتهيألي هي دي لاكانو، بس انا مش فاكرة والله صراحة، يعني مش فاكرة بالظبط، لان يعني هنا في اماكن كتير مصايف واحنا رحنا اماكن كتير، اركاشو، لاكانو، لاروشيل. في اماكن كتير هنا اصلا مصايف وكده، واحنا رحناها، يعني رحنا هنا اماكن كتير. فانا مش فاكرة بالظبط ده كان ايه، والله مش فاكرة، بس على ما اظن ان ده لاكانو. هو قريب من بوردو، جنب بوردو تقريبا 40 دقيقة يعني بالباص. هنا انا كنت بصور لكم برضو المراكب من بعيد. تقريبا دي كانت جنبها الكوبري ده طويل كده، وبتروحي يعني الناس عاملينه للناس ان هي تتصور وهي في وسط المية يعني. حتى مش هتلاقوا ناس اصلا على البحر قد كده، لان الجو كان فيه برد. هتلاقوا بقى اللي نروح لازم لانش، يعني ينزل المية كده في لانش شوية وخلاص. ده اللي انا قلت لكم عليه، كوبري صغير كده يعني عشان الناس تتصور في وسط المية كده يعني.
دي لانشات يا سيد كلها صح؟ تعالي تعالي يلا نطلع قدام. لا بس انا بصراحة انا افتكرت ان ده مش لاكانو، لا لاكانو مكان تاني، بس مش فاكرة اسم المكان ده بصراحة. احنا كده كنا خلاص خلصنا الرحلة بتاعتنا وخلاص كنا مروحين. فكنا ركبنا الباص. هنا الاماكن دي بيجي لها الباص بمواعيد، مثلا باص الصبح وباص اخر النهار بيجي الاماكن دي، لان الاماكن دي بعيدة وتعتبر خلا، يعني خلا شوية عن الاماكن اللي عمرانة بالناس وكده يعني. فبيجي لها الباص، يعني ممكن باصين الصبح او 3 وباص، يعني ممكن باصين الصبح وباصين بعد الظهر وباصين اخر النهار، اللي عايز يروح مثلا اخر النهار واللي عايز يروح هنا. فبيبقى فرق بينهم حاجات بسيطة، بيبقى فرق بين الباص والباص ساعة مثلا او ساعتين اكتر كمان يعني ممكن. فاحنا كنا مروحين في اخر باص، في اخر النهار يعني، لان الباصات لما بتطلع من هناك اخر النهار ما بتطلعش متاخر قوي. تقريبا اخر باص بيبقى الساعه 8، والساعه 8 هنا اصلا بيبقى النهار لسه طالع، الساعه 8 بالليل ده بيبقى النهار لسه طالع. فاحنا كده كنا خلاص خلصنا رحلتنا ومروحين بالسلامه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان الاماكن دي تكونوا شفتوها زي ما انا شفتها، حلوة كده وجميلة بصراحة يعني. اما تشوف الاماكن دي بصراحة يعني انا عن نفسي يعني بتبسط من الاماكن دي، بحس براحة نفسية يعني. المهم احنا كده كنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour les motifs, il y a voir d'abord avec le chef de centre, et s'ils vont bien, peut-être que là, il faut voir avec le maire de Carcassonne, peut-être que pour enlever les poteaux, je crois pas. Là, il y a des barrières, heureusement qu'il y a pas de personnes. Attendez, vous paraissez dans les fauteuils. Ah merde, oui, je sais bien. Là, il y a un souci, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Vous attendez le prochain, c'est sûr. Le prochain, c'est pas sûr. Non, mais oui, on a monté des idées, c'est sûr. Non, mais non, je ne comprends pas. Le problème, je suis obligé d'avancer bien plus loin. Et donc, je ne sais plus dans mon âme. Là, il y a quand même un souci. Si quelqu'un va m'entendre dans ce moment-là,